اهلا اهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جايبكم فيديو جديد وروتين جديد. بقالي كتير جدا جدا ما نزلتش فيديو. فحبيت ان اشارك معاكم فيديو النهارده. كان مسكت كده جزء من المطبخ وقلت ابتدي فيه تنظيفه كده حلوه. آه لاني بقالي حبه ما عملتهوش، فقلت اشارك معاكم، يعني بحيث انه حد زي كده يتنشط، حاول يرجع تاني زي الاول. بقى انا ابتديت بقى اغسل الحيطان واغسل الرخامة، عشان كان كلها بيبقى طبعا في مكان حاجات، اوقات بيكون فيه تراب وحاجات احنا اصلا برضه مكناش مركزين فيها. بس انا عندي الستيكر على الرخام اللي لونه ابيض، فاي حاجة على فكرة بتبان فيه. بس لو حاجة تحت، يعني حاجات انا حطاها اوقات مش باخد بالي، فلازم بقى اشيل كل الحاجات اول باول و... وابتدي ان انا اغسلها بالشكل ده. فقلت بقى آه، حبة نشاط كده نعيد بيها حياة. حبيت ان انا ارجع تاني القناة، اتمنى ان هي تشتغل، واتمنى ان القناة ترجع احسن من الاول. هنا بقى ابتديت ارجع كل حاجة تاني مكانها. الجو درجة الحرارة حر جدا جدا جدا، فكون اصلا احنا نقف في المطبخ في وقت زي ده، فالله يعين كل واحد يا رب. ويعين كمان الناس اللي شغالة في درجة الحرارة دي. وما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويتولانا يا رب. انا حطيت لفة السلك بالشكل ده بتاع الكتل، لان غتت قوي، غتت يعني. وهبتدي ارجع بقى الخشبيات دي مكانها، عشان انا بصراحة كنت بقول احطهم في الضلفة، بس انا ما عنديش مكان اصلا يعني. لسه هرتب معاكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه الضلف ده، يعني ان شاء الله، يعني لو انا عندي طاقه زي المره دي. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني. ف واحنا بنرتب الضلف كده نشوف الدنيا ان شاء الله لما اجي ارتبها. أنا عندي الدنيا حوسه، لان الضلف عندي مفيهاش فواصل. انتي لو عروسه حاولي ما تيجي تعملي مطبخ تقسميه من جوه، مش تسيبيه ده عايم في بعضيه، مش هيبقى حلو خالص. وفي ايه هنا؟ مراد طلع كل حاجة على الأرض، كل حاجة حرفيا. آه مالي كده شعرات غريبة ليه؟ هنا البوتاجاز رشيت عليه سيترس وهو مكانه. بصراحة الجو حر قوي، فان انا اقعد اشيله واغسله ما كنتش قادرة نهائي نهائي نهائي. فقلت اغسله مكانه، وان شاء الله يعني بإذن الله يوم كده يكون بالليل والجو يكون حلو واشيله يعني. فمش مشكلة، مش مشكلة يعني. هنعمل ايه؟ هي الدنيا كده، مفيش حل تاني. آم، فقلت اغسله برضه غسلة كده عشان يبقى نضيف. هي كانت العين دي هي الوحيدة يعتبر يعني متوسخة، مش عارفة دي. يعني هي لو لاحظتوا هتلاقي ان هي اكتر واحدة، باقيين الحمد لله يعني نضاف، مفهمش مشكلة. فعملتهم بالفرشة اللي هي بتكون السنون بتاعتها حادة دي عشان تنضف. لان طبعا الاسبونشة مش استحالة، لازم تكون حاجة خشنة شوية. بس وهنا بقى ابتديت الم الصابون، وزي ما انتوا شفتوا كده غسلت الحوامل على الحوض، ومسحت الغسالة، وغسلت الارضية بمية وصابون. يعني مية بقى وكده عشان ارضية المطبخ انتوا عارفين يعني. وهنا شلت كل الحاجات اللي هنا وظبطت الدنيا، شغلت بخور. وبعدها رحت عند ماما، حتى صورت لكم لقطة كده بتاع اللبس بتاع الولاد، بس مش عارفة ما جاتش ليه. هنا قلت هعمل كوكيز، حطيت 150 جرام زبدة، يعني ربع كيلو. وحطيت سكر مش 100 جرام. وحطيت عليه معلقتين عسل، وقلبت كل ده مع بعض. المشكلة بقى ان انا عملت الخطوات كلها صح، بس في الاخر هتتفاجئوا بجد.
انا مش زعلانه على حاجه غير على الزبده المحطوطه فيه. هو طلع طعمه حلو وكل حاجه، ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله. هي الزبده انا كنت مساحه وكنت حاطاها متجمده في التلاجة. هل ده سبب؟ انا ما اعرفش. هل انا عملت حاجه غلط؟ بس انا عملت كله صح. وهنا حطيت ضفت بيضه. مش عارفه اقول لكم حتى على المقادير او لا، بس يعني انتوا هتشوفوها يعني. عملت كل حاجه بالظبط يعتبر. ومعرفش بقى ايه سبب ان ال الكوكيز ما نجحش معايا. مش هجرب حاجه انا تاني فيها زبده كده انا قلبي جمد. والله بجد يعني. مش عارفه يعني بصوا كنت متخيله ان هو هيطلع يعني زي مخيلتي بالظبط. بالظبط. معرفش بقى ايه اللي حصل عشان بوظ الدنيا. انا هنا حطيت كوبايه الا ربع دقيق وحطيت عليها نص معلقه بيكربوناتو. ورحت حطيت بيكنج باودر. انا حاسه ان ده السبب، مش عارفه ليه. المهم هنا هو ما خدش كوبايه الا ربع، وخد اكتر، خد يجي كوبايه وربع او اكتر، حبه بسيطه. فعملت كل حاجه والله بجد وكان يعني حلو. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انتوا هتشوفوه في الاخر هتستغربوا يعني العجينه وكل حاجه تمام ومش عارفه ايه. انا زودت دقيق لان هحتاج الدقيق. فين بقى المشكله في الموضوع؟ ما مش عارفه. وحطيت هنا الشوكولاته. بس انا بصراحه مش هجربه تاني. ليه بقى؟ لان بصراحه هو بيحتاج حاجات كتيره يعني مش كتيره بس. يعني مش الحاجات اللي فيه مش رخيصه ان انا اقعد اجرب كمان مره تانية. فعلى ايه بقى لما نعوز نشتري؟ مش مشكله بقى. لان الحوار كده هو سهل وعلى فكره سريع، مش بياخد وقت خالص. بس مشكلته انه مكوناته غاليه، وفي نفس الوقت انه يفشل ده حاجه صعبه قوي بصراحه. وانا حطيت شوكولاته مطبخ عادي و... ويعني كسرتها بالشكل ده. كنت تحطي شوكولات شيبس. بس شوفي بقى طريقه نجربيها غير دي، لان منصحكيش بصراحه يعني. بس والله اللي يعني الطريقه اللي انا عاملاها عليه طلع حلو جدا جدا كمان. ما اعرفش حطيتهم بقى في الفريزر نص ساعه. اه زي ما انتوا شايفين كده. طلعت كيكه كوكيز. مش كوكيز خالص يعني. هي كيكة. هي طلع مش كيكة يعني طرية وكده. لا هي يعني حلوة وطعمها حلو وجميل وتمام. بس هي طلعت زي الكيكة. مش عارفة في ايه بقى الغلط. قولولي لو حد يعرف الغلط فين عرفوني. مفيش مشكلة.